بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فتة. دي لحمة كنا شايلينها في التلاجة زي ما احنا شايفين كده. اللحمة فيها ملبس، يعني لحمة سمينة. فانا بصراحة كنت عايزة اعملها طاجن لحمة بالبصل، بس ماما قالت لا خليها فتة المرة دي، نعمل اكلة خفيفة كده النهاردة. فانا فعلا هعملها فتة. طبعا انا سبتها لما فكت بقى هطلعها واقطعها بس قطع كده عشان ما تبقاش قطع كبيره. هي اللحمه لا كبيره ولا صغيره، فانا هقطعها علشان كل ما تكون حجمها صغير كل ما تستوي معايا اسرع. طبعا انا حطيت الحله على النار قبل ما اقطع على طول علشان ما تاخدش معايا وقت. قبل ما الميه تغلي بقى احط معاها البصل زي ما احنا شايفين كده. انا منقيه بصل صغير علشان ما اقطعوش، يا دوبك اقشره واغسله واحط على طول في الحله بتاعه الشوربه. الميه يعني اللي انا هعمل فيها الشوربه. حطيت فصين توم معاها، وهحط كمان شويه زنجبيل صغيرين، فلفل اسمر. طبعا مش هحط ملح دلوقتي خالص، وهسيبها تغلي. بصوا بقى الميه غليت خلاص. هحط ورق لورا. لو انت عندك حبهان حطي، عندك قرنفل تحطي عودين. اي بهارات بتحبي تحطيها على اللحمه ضيفيها على طول. الميه خلاص غليت بقى. هبدا بقى احط اللحمه كده بالراحه عشان ما ترطش عليا ميه. وبعد كده بقى هغطي، مش هكشف عليها بقى غير لما تقرب تستوي خالص علشان احط شويه الملح، واحط معاهم كمان طماطميتين كده. اللحمه خلاص زي ما احنا شايفين قربت تستوي خلاص. احضر بقى للفته. ده توم ودي هراسه التوم بحطه فيها عشان انزله كده على طول. عايزه اقول لكم والله دي مريحه جدا جدا جدا. تعملي فته، تعملي ملوخيه، اي حاجه فيها توم بتفرمه في ثواني. بعد كده بقى هعصر الليمون زي ما احنا شايفين كده، لان انا قلت لكم ان انا كنت هعمل طاجن وبعدين غيرنا الفكره فما جبتش خل. فاعمل هنا الفته بالليمون. ادي الليمون وادي التوم. اخد بقى التوم واحمره كده في السمنه. وبعد ما يحمر هنزل عليه بالليمون زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هضيف عليهم الطماطم، واحط الملح والفلفل الاسمر واسيبها تتسبك. دي الطماطم بتاعه الفته. عايزه اقول لكم ان الليمون بيدي تقريبا نفس نتيجه الخل، بس اهم حاجه ما تكتريش، يعني كل حاجه تكون كده ليها مقدار معين، ما تزيديش عنه علشان ما تبوظيش الحاجه. هسيبها بقى تتسبك كده. بعد كده بقى نعمل الرز بتاع الفته زي ما احنا شايفين كده. سيحت السمنه وحطيت عليها شويه زيت ذره صغيرين، وغسلت الرز زي ما احنا شايفين كده. وهحط عليه بعد كده رشه ملح، وهضيف عليه كمان الميه بتاعته. على فكره لو انت عايزه ما تحطيش ميه وتعمليه بشوربه بتدي طعم حلو قوي، بس احنا بصراحه بنحب الشوربه جنب الاكل، بنحب نشربها، فعلشان كده ما برضاش اضيفها على الرز. هعلي عليه النار بقى واسيبه لما يشرب الميه بتاعته، وبعد كده ههدي عليه واسيبه يستوي على مهله. ده العيش اللي انا هستخدمه في الفته. ما تروحيش بقى تقطعي العيش بايدك كده عشوائي. بالسكينه على فكره بيديله شكل حلو قوي منسق، وكمان بيفتح النفس في الاكل. في مثل كده بيقول العين بتاكل قبل الفم. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تعملي الاكل تحطيه بطريقه جميله كده مهندمه، هتلاقي اللي بياكل مبسوط كده ونفسه مفتوحه، عكس ما تعمليه بطريقه عشوائيه كده وتحطي وخلاص. طبعا بيفرق جامد. زي بالظبط كده اما تدخلي المطبخ تعملي الاكل، لو انت مش مظبطه الحاجه اللي انت هتعملي بيها الاكل هتلاقي نفسك
اول حاجه تتاخري في الاكل، تاني حاجه هتلاقي نفسك زهقتي. يعني كل ما تيجي تعملي حاجه هتضطر تركني الحاجه شويه قبل ما تحضري الحاجه اللي انت هتعملي بيها وانت شغاله، فتلاقي الموضوع خد منك وقت طويل. لكن قبل ما تبداي تعملي الاكل تكوني محضره كل المقادير اللي انت هتعملي بيها. انا مثلا هعمل فته، محضره جنب البصل ومحضره جنب الطماطم المعصوره والثوم وكل حاجه هستخدمها، علشان اول ما اجي اولع النار تبقى كل حاجه جاهزه. ده خلاص كده. ده البصل طبعا انا كنت هعمل بيه الطاجن، هركنه بقى على جنب كده خلاص. وانا قطعت العيش زي ما احنا شايفين كده مكعبات جميله. اللحمه خلاص استوت، هطلعها كده الاول. شايفين بسم الله ما شاء الله. نسمي كمان دايما واحنا بنعمل الحاجه بيبقى فيها بركه على فكره. يعني دايما قبل ما نبدا نعمل اي حاجه نقول بسم الله، واحنا شغالين برضو نسمي بسم الله على الحاجه كده ربنا بيبارك فيها. هبدا بقى احمر اللحمه زي ما احنا شايفين كده الاول. انا حطيت طبعا ماده دهنيه قليله قوي علشان اللحمه الملبس اللي فيها ده هيسلي مني في الطاسه وهيعمل دهون. هرش بقى ملح وفلفل اسمر وانا بحمر كده. كده خلاص اللحمه اتحمرت بقى، هطلعها. ومكان التحمير بقى احط فص توم كده مهروس طبعا، واحط بعد كده معاه العيش اللي انا قطعته مكعبات، وهحمره بقى مكان اللحمه. بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. خلاص التسبيكه اللي انا كنت عاملاها اتسبكت بتاعه الفته، هاخد منها شويه كده واحطها على العيش. هو طبعا احمر وبدأ ينشف، فهطريه بقى بالصلصه بتاعه الفته، واحط عليه شويه شوربه صغيرين، ما يبقاش معجن وكمان يبقى مفلفل. مهم قوي انك تحمري العيش كويس عشان الفته بتاعتك يبقى لها طعم، وفي نفس الوقت كمان ما تنشفوش قوي عشان ما يبقاش ناشف مش حلو، وما تخلوش طري علشان ما يبقاش معجن. الحاجه الوسط برضو بتبقى حلوه معقوله. الرز استوى زي ما احنا شايفين كده، احطه على الوش. وبعدين هحط الصلصه بتاعه الفته. وبكده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وكمان لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. وده الشكل النهائي بعد ما خلصت.